قضية الممرضة رحمة عياض اللي تقتلت على جال حجابها والعنصرية. مرحبا بك في قناتي، واسمني كاتي، وهذه هي الحكاية تاع اليوم. رحمة في عمرها 26 سنة، تولدت في وهران عام 1998 في عائلة جزائرية متوسطة. عاشت طفولة ومراهقة عادية وكانت متفوقة في المدرسة. كي كملت قرايتها كانت حابة تطور روحها وقررت تهاجر لألمانيا، وين بدأت تدرب باش تولي ممرضة. ومن كتر ما كانت شاطرة وإنسانية وأخلاقها مليحة كانوا زملائها كامل يحبوها ويشهدوا لها غير بالخير. رحمة كانت عايشة في حي كالم في واحد البلدة واسمها أرنوم تابعة لبلدية هيمينغن في جنوب تاع هانوفر، وين حياتها كانت مليحة. المشكل الوحيد اللي كان عندها كان مع واحد من الجيران تاعها اللي كان يكرهها بلا سبب باينة غير على خاطر هو عنصري وما يحبش الحجاب. هي في الأول كي كان يدير المشاكل ولا يجي دغدق عليها كانت حاسبة عنده مشكل مع اللي كاري لها الدار، بصح مشكلته كانت معاها هي. وقالت لدارهم مي طمنتهم باللي الناس في ألمانيا ما يدناوش على خاطر يخافوا من لابوليس. حتى الحق النهار وين كسر عليها الجار المسعور الباب دخل طعنها بالمش شحال من مرة في صدرها ويدها. خرجت رحمة تعيط في الدروج، سمعها واحد جارها واسمه كريستيان مايسنر اللي خرج يجري ولقاها طايحة قدام بابه وغرقة في دمها. سيدي لها الإسعافات الأولية بصح بلا حتى فايدة. مباشرة موراها جاو لابوليس وحبسوا راجل مشتبه به في عمره 31 سنة يسكن فوق رحمة، وقال المتحدث باسم الشرطة باللي الأدلة في مسرح الجريمة هي اللي وصلتهم ليه، وكي حكموه كانوا حوايجه معمرين بالدم. بصح حتى لدرك مازال ما وجهت له الشرطة الألمانية حتى اتهام مباشر بالقتل. قالت رحمة ومعارفها وأشخاص من الجالية الجزائرية في ألمانيا باللي السبب هو العنصرية تاع الجار وعلى خاطر ما يحبش الحجاب. ورحمة كانت متحجبة ومتمسكة بحجابها. الجالية الجزائرية دارت وقفة احتجاجية للترحم على رحمة ولدعم القضية تاعها وباش ما يسكتوش على حقها ويضيع. وحتى القنصلية الجزائرية في ألمانيا دارت الواجب والإجراءات القانونية. حتى الآن هذه هي المعلومات المتوفرة. كي يكون الجديد راني رايحة نجي ونحكيه لكم. نتمناو الرحمة وتحقيق العدالة لرحمة عياض وينال المجرم الجزاء ديالو. ما تنساش تدعمني بلايك وتعليق، وباش يوصلوك القصص الجايين أبوني في القناة وفعل الجرس.